السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، كيف الحال والأحوال؟ نتمنىكم تكونوا في أتم الصحة والعافية. اليوم غنشاركوا مع بعضياتنا واحد البطبوط، يعني اللي كيجي خاوي من الداخل وما كيجيش مدقس، وإن شاء الله إلا تبعتوا معايا الطريقة غادي ينجح معكم في أول استعمال، يعني بدون تعقيدات، وغادي يجيكم البطبوط كما كيبان لكم في لا فيديو. المهم غير تبعوا معايا المراحل وان شاء الله غيجيكم البطبوط كما كتمناو. المهم قبل ما ندوز الوصفه ديالي، اللي اول مره كيشاهد القناه عالم جديده ما ينسانيش في اللايكات وبسبسكرايب وخلي لي واحد التعليق يكون زوين بحالكم. ودابا ندوزو طريقه التحضير. عندنا هنايا الطحين، عندك جوج زليف ديال الدقيق الابيض، دقيق الفورس، وزلافه ديال الفينو، وغديروا شويه الملحه والخميره ديال العجينه. دابا غنجمعوا العجين ديالنا بالماء دافي، يعني طريقه سهله ماهله صراحه، سهله ماهله وكيجي بطبوط زوين. يعني بالنسبه للناس المبتدئين اللي ما كيصدقش لهم البطبوط، حيت كاين اللي كيصايبو كيجي مدقاس، كيجي لاصق. هذا البطبوط هذا لا، راكم شفتوا كيفاش كيجي، صراحه كيجي زوين. صافي غنحاول نجمع العجين ديالي عفوا. دابا غادي نحاولوا ندلكوا العجينه مزيان بهذه الطريقه هذه، والعجينه ما تكونش منخوفه، هي كتبغي شويه دلك باش يجي البطبوط مفشفش. غنبقاو على الطريقه تناخذوا القوام اللي بغينا. المهم نجمعوا العجينه حتى نحصلوا على هذا القوام هذا اللي كيبان لكم. خدينا حنا دابا هاد القصريه الصغيره دهناها بالزيت، دابا حطيت فيها غسيل العجينه، غنخليوها واحد ترخف واحد شويه، عاد ندوزو ان شاء الله المرحله المواليه. خليكم معايا ما تمشيو فين. المهم نجمعوا العجينه حتى نحصلوا على هذا القوام هذا اللي كيبان لكم. خدينا حنا دابا هاد القصريه الصغيره دهناها بالزيت، دابا حطيت فيها غسيل العجينه، غنخليوها واحد ترخف واحد شويه، عاد ندوزو ان شاء الله المرحله المواليه. خليكم معايا ما تمشيو فين. العجينه ديالنا من بعد ما ترخفات كما كتبان لكم، دابا غادي ندوزو ان شاء الله غنديروها كويرات. صافي غنديرو دابا ان شاء الله كويرات بهذه الطريقه هذه. وغنحطوا الكوارات ديالنا يترخفوا ثاني. المهم غنبقاو على هذه الطريقه هذه تنكملوا العجين ديالنا. من بعد ما غنديرهم كويرات بطبيعه الحال غادي نخليهم عاوتاني يترخفوا لينا واحد شويه، وندوزو ان شاء الله المرحله المواليه. خليكم ما تمشيو فيه. دابا غنبداو نطلقوا العجينه ديالنا. ونديروا شويه ديال الطحين فينو باش ما تلصقش لينا العجين. نرشوا فينو وفي نفس الوقت نطلقوا العجين ديالنا. نصلحوا العجين وفي نفس الوقت نقادوا الجوانب ديال العجينه ديالنا. ونطلقوا نخليهم تما يختمروا. غادي نبقاو ان شاء الله على هذه الطريقه هذه تنكمل لا فيديو، غير باش ما يجيكمش طويل. نكمل العجين ديالي ان شاء الله
نخليو بعد العجين ديالنا حتى يختمر وندوزو للطيابين ان شاء الله. دابا غندوزو ان شاء الله نطيبوا البطبوط ديالنا. كما كيبان لكم راه كيجي صراحه اكثر من رائع. ولا تتفش البطبوطه ملي تحطوها مره قلبوها، ماشي يعني تخليوها تنساوها باش تنفخ لكم. كما كيبان لكم هو البطبوطه بدات كتنفخ. شفتوا كي جات هكا باش كيجي خاوي من الداخل وكيجي محلول. نور ابيض. هذا هو البطبوط ديالنا كما كيبان لكم. يعني كنتمنى انه يعجبكم، وكما كتبان لكم يعني الطريقه راه سهله ماهله، راه كتبقى غير التقنيه اللي يعني ما كتصدقش ليها البطبوط. نهضر على الناس المبتدئات يتبعوا غير هذه الطريقه وهي ناجحه معاهم من اول استعمال. وكنتمنى البطبوط ديال اليوم من الاعجاب ديالكم ومن الاستحسان ديالكم، ومبروك عواشركم وباش ما تمنيتوا الصحه والسلامه. واستودعكم الله حيث لا تضيعوا ودائعوا.